الشخص الناجح حاليا من وجهة نظر معظم الناس هو اللي بيقدر ينتج اكبر قدر ممكن في وقت قليل. ودايما بتوع التنميه البشريه بيقولوا لنا ان انت تقدر تدرس وتتعلم وتشتغل شغلانه واتنين وتنتج اكتر ولا بلا بلا بلا. الحاجه اللي بتتسبب في النهايه انك ما تعملش اي حاجه من الحاجات دي وما تقومش من على سريرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنتكلم النهارده عن وهم الانتاجيه. ايوه كده يا صديقي، زي ما انت سمعت، وهم الانتاجيه. يلا بينا نبدا في فيديو النهارده. سنة 1965 مجلس الشيوخ الأمريكي توقع إن ساعات العمل اليومية هتقل بحلول سنة 2000، وطبعا كلنا عارفين إن الكلام ده ما حصلش، بل بالعكس ساعات العمل بتزيد ما بتنقص. الواحد قرب يشتغل وهو نايم. ومع وصولنا لسنة 2025 الناس بدأت تهتم أكتر بفكرة العمل المستمر أو الإنتاجية المستمرة، ونفس الناس دول بيتعاملوا مع الإرهاق أو التعب من كتر الشغل على إنه حاجة مميزة وممكن كمان يتباهوا أو يفتخروا بيه. عندهم دايما مهام كتير جدا ما بتخلص، وبمجرد ما يخلصوا مهمة بيروحوا للي بعدها، وبيعتبروا ده كمان علامة مميزة للنجاح. للأسف التركيز بزيادة على الإنتاجية المستمرة ليه جوانب سيئة كتير جدا، خصوصا على جانب الصحة الذهنية أو النفسية أو الجسدية. والسؤال هنا، هل السعي المستمر ده هو معيار النجاح الحقيقي؟ احنا دايما بنتكلم ونقول ان الانتاجيه والانجاز دول حاجات هتساعدك في ان انت تنجح وان انت توصل وتحقق اهدافك، ولكن حياتك اللي عباره عن شغل بس وكونك جوه دوامه ما بتعرفش تخرج منها، كلها مهام، تخلص مهمه تدخل في اللي بعدها وهكذا، ده زي ما قلنا بيكون ليه تاثيره السلبي. الاعتراف بالارهاق والتعب وان انت تكون بحاجه ان انت عاوز تاخد بريك او راحه، للاسف في ناس كتير بتعتبره علامه على الضعف او الفشل. والتطور التكنولوجي والتقني اللي المفروض يخفف العبء على الناس اصبح دلوقتي وسيله لزياده الانتاجيه من خلال التطبيقات والتقنيات الخاصه بالتخطيط وزياده الانتاجيه، وكمان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الضغط المستمر لانتاج كميه كبيره في وقت قليل ده مبدا هتلاقيه في اي مكان حواليك، ولكن المشكله ان ده في النهايه ممكن يوصلك لانتاجيه وهميه. وفي كمان مشكله اكبر من كده وهي الاحتراق الوظيفي. عارف انت لما تكون في الجيم والكوتش يقول لك ما تزودش في الاوزان او ما تزودش في التمرين بشكل مبالغ فيه علشان ده ممكن يتسبب في ان العضلات بتاعتك تتحرق، هي نفس فكرة الاحتراق الوظيفي. زيادة الانتاجية بشكل مستمر وبدون توقف هيوصلك في النهاية للاحتراق الوظيفي. الدبانة دي مشكلة. هو فعلا ان انت تدي الشغل اهميته وان انت تبعد عن التسويف وان انت تقدر انت تنجز المهام بتاعتك، دي كلها اكيد حاجات مهمة، ولكن في نفس الوقت لازم ندي قيمة لفكرة التوازن ما بين انجاز المهام بتاعتك وما بين احتياجك للراحة. من الاخر كده تنتبه وتسمع لجسمك لما يكون في احتياج للراحة. في ناس كتير بتستمر في الشغل بتاعها برغم ان هم ممكن يكونوا تعبانين او مرضى، وناس تانية بتستمر يومين او 3 من غير حتى ما يناموا، وبنشوف قدامنا امثلة كتير. طبعا انا مش بقلل من اهمية الانتاجية الحقيقية علشان بس ما تقوليش خلاص انا كده هنام وهريح وهسمع لجسمي وكل الكلام ده. لا يا باشا، دي اسمها انتخه. لان المقصود في الفيديو ده الناس اللي دايما مضغوطه في شغلها، الناس اللي جوه دوامه ضغط الشغل ومش عارفه تخرج منها. طب ايه بقى اللي نقدر نعمله علشان نقلل من الضغط ده ومن غير برضه في نفس الوقت ما نأثر على الانتاجيه الحقيقيه بتاعتنا اللي هي مش مبالغ فيها؟ هل الحل ان انت تقلل من المهام اللي موجوده في يومك، او الحل ان انت تخفف عبء المهام دي من خلال ان انت تعمل اي حاجه تخرجك من مود الشغل او مود الضغط ده وترجعك مره تانية للمهام دي وانت فايق وعندك رغبه للشغل مره تانية؟ فكر اصلا ايه الشعور اللي انت عايزه من خلال الانتاجيه اللي انت دايما مستمر فيها. هل هو شعور بالرضا؟ هل هو اثبات لذاتك؟ هل هو هدف مادي؟ عادي جدا يكون هدف مادي. وهل لو هو هدف مادي وقدرت ان انت تحقق الهدف ده وكان معاك فلوس كتير جدا، هيكون عندك الوقت والصحة اللي تكون فيهم مبسوط وسعيد بالفلوس دي؟ طب هل في طرق تانية ممكن تخليك سعيد ومبسوط وانت بتحاول تحقق اهدافك دي؟ فكر يا صديقي وشوف الطريقة اللي تناسبك وتخليك تبعد عن دوامة الاحتراق الوظيفي. وما تنساش اهم حاجة، تشوف الفيديوهات اللي هتظهر لك على الشاشة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.